بسم الله الرحمن الرحيم. مرتضى منصور عايز من الزمالك من الاخر كده، عشان احنا بصوا تعبنا واتكلمنا وبعتنا رسائل للدنيا كلها وبصوا زهقنا والموضوع فاض بينا والموضوع هيكبر وعمالين نطلعوا بهاشتاجات على تويتر وبتاع وبرضه ما فيش حد بيسمع ولا حد بيرد ولا حد بيدينا الاجابه ولا حد بيعمل لنا. الناس يا مرتضى منصور يطلع يقول له يا ممدوح عباس انا سبت الحجز على سبت نادي الزمالك وفك بقى الحجوز على النادي وفك واعمل وبتاع. يطلع محامي ممدوح عباس يقول لك اصلا احنا مش حاجزين على النادي وكنا حاجزين على بنك واحد وفكينا الحجز اللي على البنك. طب احنا نصدق مين فيكم؟ طب احنا نصدق مين في ميتين اللي جاب ميتين مرتضى منصور وميتين اللي جاب ممدوح عباس؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ يا وزير الشباب مرتضى منصور طلع قبل كده بورق رسمي قال لك انا ممدوح عباس مالوش جنيه في نادي الزمالك بورق رسمي. هنا راجل طلع في التلفزيون بورق رسمي قال لك ممدوح عباس اخد فلوسه من نادي الزمالك. هنا قدام حلين، حل واحد مالهمش تاني، حلين مالهمش تاني. ايه هما؟ يا اما مرتضى منصور ده تحسب الورق بتاعه، لو ممدوح عباس فعلا اخد فلوس من نادي الزمالك ومالوش فلوس لنادي الزمالك لازم نادي الزمالك يرفع قضيه بالتشهير عليه. لازم نادي الزمالك يرفع قضيه بالتشهير على ممدوح عباس ويطلب بتعويض اللي هو عاوزه. ان الراجل ده واقف لنا القيد وواقف لنا الدنيا وواقف لنا حسابات البنوك وواقف لنا الدنيا. لازم يطلع نادي الزمالك على طول ببيان للنيابه العامه ان الراجل ده بالتشهير. انما الراجل ده لو ليه فلوس مرتضى منصور لازم يتحاسب بتهمه التزوير. ده طلب ورق رسمي قال لك ممدوح عباس ملوش جنيه في نادي الزمالك. لو ممدوح عباس ليه يبقى يبقى مع احترامي ليك مرتضى منصور مزور. لو ممدوح عباس مالوش يبقى نادي الزمالك يرفع قضيه على ممدوح عباس ان هو شهر بنادي الزمالك. ملوش حل تاني. انا عايز اعرف مين يجاوبني على السؤال ده. احنا مالنا وده داخلنا ان نادي الزمالك يخش في قضايا ويخش في محاكم ويخش في وقف قيد ووقف انتقالات وضرايب. انت عمرك شفت رئيس نادي عشان لقى نفسه ماشي من النادي يتصل بالضرايب يقول لهم انتوا ليكم 100 مليون جنيه عند نادي الزمالك روحوا خدوا منه في البنك الفلاني؟ يا راجل يا راجل، مرتضى منصور اوسخ رئيس نادي دخل نادي الزمالك قسما بحق يا رسول الله. هو يا راجل انت مش عمال تطوعي؟ طب ما تسيب النادي يا بارد. انت عارف انك لو مشيت من نادي الزمالك محدش هيذكرك ولا حد هيعرفك ولا حد هيجيب سيرتك والاعلام كله هينساك. انت مثبت في الكرسي عشان عارف نادي الزمالك هو اللي عامل لك قيمه مش اكتر. تاخد المدرب وتوديه بيتك وتقول له اطمن وبتاع. انت مش اول امبارح قلت انا ماليش دعوه بالنادي؟ امبارح تعمل اجتماع المدرب. هو مين بيدير النادي يا ولاد الوسخه؟ يا ولاد الوسخه جننتونا معاك والله على الميتين من وزاره الشباب والرياضه بالوزير باي حد هيقف قصاد نادي الزمالك.